ازيكم. بصوا، انا لقيت ناس كتير قوي متلخبطه. هو دكتور مصطفى محمود قال ايه والشيخ شعراوي قال ايه ومش عارف ايه وبتاع، وانا مش خبير، انا ما اعرفش. انا نقلت لكم كل الكلام، كتبت قدامي على الكمبيوتر كل الكلام، البوينتس اللي قالها دكتور مصطفى محمود والكلام اللي قاله الشيخ الشعراوي، نقط سريعه كده هقراها لكم. هي زي ما هي كده، وانتوا احكموا وشوفوا انتوا اللي يريحكم. تمام. طيب، النقطة الأولى اللي كان بيتكلم فيها دكتور مصطفى محمود، كان بيتكلم عن قبيلة اسمها قبيلة الهونزة. ماشي. بيقول لك إن القبيلة دي كانت بتعيش أعمار تتعدى ال 120 سنة. ماشي. وهو شافهم بعينه عند حتة تقريبا عند موريتانيا أو حاجة. ماشي. وكان بيعيشوا 120 سنة، وكانوا بيقول لك إن هم الرجالة بتاعتهم كانت كلهم بصحة جيدة جدا وما عندهمش أمراض، وكانوا واقفين كده وتد. ولما سألهم يعني هم بيعملوا إيه في الأكل، اتضح إن هم بياكلوا وجبة واحدة. مش جبت قهوة ورجعت لكم. آه، وقال كمان إنه سبب صيامهم ده هو السبب اللي مخلّيهم يحافظوا على صحتهم كل الفترة دي، لإنه كتر الوجبات، وهو قال نصًا كده إن كتر الوجبات وتدليع المعدة هو اللي بيرهق أعضاء الجسم وبيجيب شيخوخة مبكرة. تمام. تاني نقطة اتكلم عليها اللي هي سيكولوجية الخلايا الجائعة دي. ماشي. وقال إنه الخلايا الجائعة هي خلايا صحية، ووضح إن الإنسان لما بيجوع، تمام، في الصيام اختياري بمزاجه يعني، ماشي، خلايا جسمه بتبدأ تلتهم السموم والعضلات، سوري، بتلتهم السموم والفضلات الميتة جوه الجسد عشان تتغذى وتولد طاقة. يعني الجوع بيكنس الجسم من الأمراض. وبالمناسبة، يعني مش برضه أنا مش عايز أقول حاجة يعني، بس أنا ليا خالي دكتور، وكان قال لمامتي كانت بتتعالج بالسكر فترات طويلة. وقال لها إن حل السم متقطع. هو ما قضاش على السكر تماما طبعا، بس على الاقل دلوقتي بطلت تاخد انسولين. يعني ما مش عايز برضه افتي، بس انا بقول تجربه حصلت قدامي يعني. تمام. النقطه الثالثه، تمام، هو كان ده بقى رايه هو الشخصي عن تجربه، ماشي، في اللبن. ماشي. وقال انه اللبن المعالج ده، ماشي، هو والمصنع للكبار يعني. ماشي. اللبن ده اصلا بيقول لك عباره عن غراء لزقه يعني، ماشي، اللزق غراء بيولوجي. بيقول لك ربنا صممه للاطفال، تمام، اللي لسه ما عندهمش اسنان وما بيهضموش المواد الصلبه. وبمجرد ما الانسان يكبر ويطلع له اسنان، خلاص المفروض يعتمدوا على اللبن ده ينتج. وطبعا تطرق الى حته ان هو جاله بسبب اللبن ده، يعني قعد يشرب لبن كتير وبيض وبتاع، وبسببه يعني قعد يوم كامل كان تداريس تقريبا وما بقاش قادر يهضم وقصه. ماشي. آه، دي النقطه الرابعه برضو، قال انه الالبان اللي في السوبر ماركت، ماشي، آه، فيها مشكله، لانه هو بيقول لك ان الغلي والبسطره وسحب الدسم واضافه مواد حافظه يتحول اللبن الى ماده ميته، ماشي، اللي هي بسببها بيحصل حساسيه اللاكتوز يعني. ماشي. ومشاكل في القولون والمعده وبلغم كمان، ماشي، لان الجسم ما بيعرفش يفرق، تمام، ولا بيعرف يتعامل مع المواد الكيميائيه. تمام. النقطه الخامسه الاخيره دي اتكلمت فيها امبارح برضو، ماشي، هي نقطه التخم. ماشي. وقال انه الطبيعه، ماشي، ما فيهاش حيوان بيجي له ضغط ولا سكر ولا سمنه، لانه بياكل على قد جوعه. ماشي. الانسان هو بس الكائن الوحيد اللي بيطفس ويقعد ياكل 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 لغايه ما ايه، آه يتكون. عشان كده حتى سماها شهوه البطن. تمام. ده كلام دكتور مصطفى وهب. نيجي ننتقل بقى لكلام الشيخ الشعراوي. ماشي. وهنا فسر الحديث بتاع سيدنا محمد بتاع اللي هي ولا تسرفوا. ماشي. وقال ان الاسراف مش انك ترمي الاكل في الزباله، الاسراف الاكبر في حق نفسك، وهو انك تدخل طعام على طعام. يعني ايه برضو؟ يعني ان معدتك ما تكونش لسه هضمت الاكل الاولاني فانت تدخل لها اكل تاني. ماشي. طب هي ما خلصتش اصلا من الاولاني. تمام. فده بيؤدي الى تدمير الاجهزه الداخليه، وحتى هي من المنطق والله اعلم طبعا، ماشي، ان الجسم ما بيقدرش يمتص الاكل الزياده. طيب، هو يعني ايه يمتص الاكل الزياده؟ يعني ببساطه ان الفيتامينات والاكل والفوائد اللي جوه الاكل اللي انا ما هضمتوش هي راحت. تمام. ازاي بقى الجسم يتخلص منها انا ما اعرفش، بس انا في كلام لدكاتره كتير على القصه دي تقدروا تراجعوها ورايا، انا بصراحه مش مؤهل ان انا اتكلم في حاجه زي كده. تمام. النقطه السابعه، ودي اي حد جاب صناعيه عنده في البيت عنده، يقول لك انا لو اكلت الصنايعي
ودي لهجه هتلاقيها كتير عند المهندسين، بس ان الصنايعي لو كل مش هيشتغل، فيقول لك احنا نخلص شغل وبعد كده ناكل. بص الشيخ شعراوي بيقول إيه؟ ان ربنا خلق الاكل عشان يدي الانسان طاقه، ماشي، تقيم صلبه، يعني تخليه ايه، واقف على حيله كده للحركه والشغل واعمار الارض. وقال ان لو الاكل وصل بالانسان للكسل والنوم، يعني دخل في كومفورت زون زي ما بيحصل مع الصناعيه، يبقى الانسان عكس الحكمه من النعمه وحولها لعبء. طب هو امتى ده بيحصل؟ لما انت تاكل كتير. اول ما هتاكل كتير يحصل النقطه دي، ماشي كده سيدنا محمد. وانا كمان سمعت دكتور حسام موافي كان بيتكلم في النقطه دي برضو، وانا يعني تعرضت لموقف برضو كان شك ان انا عندي كانسر في القولون ومش عارف ايه، ولان هو كان تضخم، ماشي. ودي كانت نصيحه الدكتور حسام موافي، وده حديث عن سيدنا محمد، انه معدتك دي يبقى فيها ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث النفس، ماشي. وفي ثلث، يعني انت فاهمين، يعني انا اكلت ثلث وشربت ثلث وثلث للنفس، ماشي. النفس ده هو اللي هيساعد على ايه، الهضم، تمام. ده الكلام اللي هم قالوه. بس دي كل المعلومات اللي قدرت اوفرها من عن الدكتور مصطفى محمود والشيخ الشعراوي، ماشي. ودي ما فيهاش اي حاجه مني، انا قلت لكم اللي حصل خلاص. شاركوني في التعليقات واكتبوا في الكومنتات لو في اي ليكم اي راي او سؤال. وانتوا ذاكروا الموضوع في بطريقتكم. شكرا.